السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في قناة جوجو تاروت. هنقول النهارده طاقة برج الثور بتاريخ 8 يوليو. يلا بينا كده يا برج الثور نشوف طاقتك الأسبوعية ايه. يا رب تكون طاقة خفيفة كده وفيها اللي تتمناه يا برج الثور. بسم الله الرحمن الرحيم. نسحب كده أول 5 كروت للطاقة السابقة بتاعتك. شوف يا ثور، أولا برج الثور الفترة اللي فاتت يعني هقدر أقول إن أنت لسه في حاجة جواك او في شيء جواك حساه في الخيال اكتر. يعني ممكن يكون عندك امنيات، ممكن يكون عندك حاجات نفسك تعيشها على ارض الواقع، بس هي تقريبا مش يعني انت بتحاول ان انت تقرب من حلمك في حاجة، بتحاول ان انت تبذل مجهود في حاجة. حاسة ان الشيء ده يا علاقة، يا اما وضع عملي، يا اما حاجة في عقلك انت عايشها في الخيال اكتر. فهمينا اكتر يا جوجو يعني ايه. يعني انا شايفه ان برج الثور اللي معايا النهارده ممكن يكون عندك نفسك في علاقه تبقى ليها وضع مختلف عن الوضع الحالي. ممكن يكون عندك احلام هنا بتتمنى ان انت تحققها، بس انت في وضع تقيد، خطواتك تقيله بسبب احداث بتعيش فيها، امورك دايما فيها حيره. في حاجه معاك في الطاقه السابقه كده، ولسه مازال عندك طاقه تعلق بشيء معين، بس انت مش قادر تحدث فيه حاجه. يعني انت طاقتك الفتره اللي فاتت فيها وضع ثابت مش بيتغير. معرفش ليه انت طالع لي بالطاقه دي. طب تعالوا كده نشوف الطاقه الحاليه، يا رب تكون احسن من كده، لان انت طالع لي بطاقه شخص في عنده امور مأيده حركته. يعني انت في حاجه عندك، يا اما انت عايش احداث لايام مش راضي عنها، يا اما انت مضطر تعمل حاجات مش حاببها، يا مضطر تنسى حاجه انت حابب. مش عارفه، انت في الطاقه دي قدامي، يعني انت شايفك هنا طاقه الخيال عندك اكتر حاجه بتعيش فيها اللي انت عايزه. انت في طاقه الطاقه الحصريه بتاعتك، حاسك تعبان. تعالوا بقى نشوف الطاقه الحاليه ايه، يا رب تكون احسن. اولا الثور معايا، انت عايز حب يا ثور، انت عايز حد يحبك، عايز حد مش يقول لك كلام حلو، انت عايز حد يقول لك انا جنبك. لا، انا جنبك، انا بحبك بجد، مش بمثل عليك. لان انت تقريبا حاسس ان اللي بيقرب منك لوقت مؤقت، او انت احساسك حاسس ان الناس اللي حواليك بتقرب منك لوقت مؤقت. انت هنا في حد بيقرب منك بالفعل، او انت في بادئ علاقه جديده معاك بالفعل، او بتنول اعجاب من حد، او حد هيقول لك مثلا ان انت بقالي فتره بتابعك وعايزه اكون قريب منك. حد هنا بيعترف لك بمشاعر بعد فتره، او تقريبا كده يا ثور انت داخل على الفتره اللي انت عايزها. ازاي؟ يعني انا شايفه هنا في حد بيمد لك ايده بحب. في حد هنا عايز يقول لك انا موجود يا برج الثور، ايه مالك؟ في حد هنا ممكن يكون على طاقه متابعه ومراقبه ليك قويه جدا. في علاقه هنا هتبتدي مع الثور، يا اما علاقه من حد هنا تقريبا ما كانش موضح مشاعره، هيوضح مشاعره. ايه الحكايه؟ انتوا في حاجه معاكم الفتره دي لسه عليها زي ايه، زي كفر كده، لسه ما وضحتش او في طريقها ان هي توضح. هنا بقى مشكله الثور معايا الامور دي، تفكيرك دايما في الرحيل، اللي هو انا حاسس ان انا مفيش حاجه معايا بتكمل يا جوب، كل حاجه معايا فيها حاجه ناقصه. في حاجه معايا دايما بتحسسني ان كل حاجه ليها وقت مؤقت وبتمشي. تفكيرك في ان كل شيء بيرحل، كل شيء بيمشي، كل شيء بينتهي، محبطك شويه. ده تقريبا دي افكارك. ليه بقى؟ لان انا شايفه برج الثور ذكرياته او الماضي بتاعه حفيل بان هو كان مجرد ان هو قاعد بيعيش سيناريو مره واثنين وثلاثه في حاجات،
ممكن تكون طلعت من علاقه دخلت في علاقه، ممكن تكون العلاقه اللي اصلا اللي معاك هي اوف واون كتير، بتنتهي وبتبدا تبتدي وتنتهي. مش عارفه، حاساك ان انت في حاجه معاك في ذكرياتك هنا خلياك شايف الجديد ده، يعني شايفه بنظره ان شيء مؤقت. انا مش عارفه ليه انت طالع لي الطاقه دي، بس انت في حاجه معاك هنا بتبتدي. الثقه جوه السور قدامي مش موجوده، يعني انت بتحاول تجمع نفسك، بتحاول ان انت تكون انسان متفائل، بتحاول ان انت تكون انسان متقبل الاوضاع اللي بتدور حواليك. انت ملفت جدا يا سور، حد ممكن يكون شويه انت حاسس انت ممكن يكون السور اصلا بنفسه في الفتره دي مش حاسس بقيمه ذاته. يعني انت هنا بسبب اللي انت فيه ده ممكن تكون شويه مش حاسس بقيمه ذاتك، بس انت في ناس شايفاك قيمه، في حد شايفك حاجه كبيره في نظره. فهنا كمان الثور عندك شيء جواك تمني، يعني انت قدامي هنا بتتمنى ان محدش يمشي تاني هنا من حياتك، ان انت شفت ناس قربت منها فتحت قلبك بقيت تبقى تلقائي، لان برج الثور برج ترابي. البرج الترابي دايما بيكون شويه بيقرب للعلاقات بحرص، وما يبدا ان هو يفتح قلبه ويكون تلقائي واضح تلاقي العلاقات مثلا تبدا ان هي تتغير، او تبدا ان هي الشخص اللي معاه ده يبدا ان هو يستغل بقى طيبه الشخص اللي معاه. فبرج الثور هنا تقريبا انت كنت مع شخص متداوي شويه. ايه متداوي بقى؟ عشان في ناس تخش تسالني على كلام معين كده بقوله، يعني بالند بيعاملك ند. يعني انت مثلا ما تكلموش ما يكلمكش. دي حاجات انا بتكلم عنها في عقل الثور سابق، يعني انت في حاجات هي اللي مخليك مش شايف الجديد ده بطريقه شويه مش عارفه اقول لك ايه. بس انت يا ثور عايزاك شويه تفتح قلبك، لان هنا في حد بجد محتاج وجودك معاه، في حد هنا هيقرب منك، في حد هنا بيراقبك، في حد هنا بيبص عليك محتاجك معاه. انت بقى دماغك شويه باحداث سابقه، يعني انت تقريبا عندك تروما كده من حاجه معينه، في انت مريت بيها ولا ايه الحكايه، مش عارفه. انت في حاجه معاك حساها لسه سايبه اثر، والله عيب لسه بقول، في حاجه معاك انت مش مخليك تلقائي زي ما كنت. ايه بقى اللي الثور بيعمله الفتره دي؟ الثور تقريبا عايز يغير جو، عايز يطلع من طاقه انا زهقت بقى من الروتين اللي انا فيه، انا عايز اخرج، انا عايز. انت دايما عندك الميول ده لما بتبدا ان انت عايز تغير طاقتك او عايز تغير مودك، تبدا ان انت تبص لتفاصيل ايه بقى. انا عايز اخرج، انا عايز اعمل شوبينج، انا عايز اجيب حاجه جديده، انا عايز تبدا المتطلبات بتاعتك كتير دي. انت قدامي داخل على فتره شويه هتبص لذاتك اكتر، هتبص لنفسك اكتر، او انت في الوضع ده دلوقتي عايز تنهي حاجات وجعاك وانت بتقول المفترض ان هي تتنسى، بس الشيء ده على فكره عامل لك هنا مشاكل. المشاكل الثور بينسى حاجه غاليه، يعني انت في حاجه هي مش سهله للنسيان، لان انت هنا لا بص انت بتقاوم علشان تقدر تتعيش. اقدر اقول كده من قراءه الثور النهارده، ثور انت الحب معاك، قلبك هيتملى حب الفتره اللي جايه، هيتملى اهتمام من شخص، بس الثور اللي معايا النهارده هو بيقاوم الماضي. انت بتقاوم الماضي يا ثور، بتقاوم احداث عشتها مع حد معين، بتحاول ان انت تقول لي هنا انا بحاول ان انا افتح قلبي واكون كويس واحب كل حاجه، بس انا مش عارف ابقى اكون تلقائي. انا مش عارف يعني انا ممكن اكون بحاول اغير من نفسي، بحاول ان انا اكون شخص متفائل او افتح، بس انت في حاجه كده مش عارف ان انت تتخطاها او تشيلها من عقلك. بصي يا ثور طاقتك النهارده عايزه اقول لك عليها حاجه، لان هنا في ناس هنا بتغير او في طريقها للتغيير،
فالناس دي هتكون على طاقه جديده الفتره اللي جايه، لان انت هنا قدامي في الكارت ده قافل على نفسك قوي، قافل على نفسك، قافل على نفسك ومش عارف تكون يعني زي اللي جواك اسرار، زي اللي جواك حاجات ما تنفعش تتكلم فيها، زي اللي بتشوف حاجات ما ينفعش تبوح بيها، زي اللي جواك كده انت حابس نفسك في دايره اللي تسبب فيها خذلاناتك، او انت تعرضت لخذلان كتير الفتره اللي فاتت، او ممكن انت داخل اصلا ب 2026 انت بقالك فتره كبيره بتقاوم احداث عشتها اصلا، يعني انت بتقاوم حاجات عشتها في 25، بتقاوم في 26 ان انت تنسى الاحداث دي، او ماضي مؤلم جدا، او علاقه، او مشاكل سابقه اثرت عليك، او حاجه مع الاهل. في حاجه هنا مخليه السور شويه بيقرب من كل الاحداث الجديده اللي بتدور في حياته بحرص شويه. انت بقى ايه الفتره اللي جايه؟ انت هتقعد هنا وهتتفرج على احداث بتحصل معاك في حياتك هتعجبك جدا يا برج الثور. ممكن تفتح قلبك، ممكن تستقبل، ممكن تكون شويه اكتر من كده تفاؤل. انت متفائل، انت كويس وحد يعني هو صعب شويه، يعني برج الثور اللي معايا انت صعب، خد بالك انت صعب تنفيذ الرأي عليك. انت حد دماغه ناشفه جدا، وحد ما بيحب صيغه الامر في الكلام، وحد ما بيحبش لغه السيطره. يعني انت لو حد مع حد بتموت فيه ولقيته بيوجه ليك طاقه السيطره، او ان هو بيحط كده كلامه على وجه ان هو يا تعمل يا لا، انت هتختار لا. يعني برج الثور اللي معايا النهارده بيقول لي كده، بيقول لي كمان انا تعلقي بالامور الغاليه، الامور اللي فيها حد يحطني في مقارنه مع حد، فلا، لان انا شايفه ان اللي وجعك هنا من الشخص الماضي ده اللي تقريبا حطك في مقارنه ما بينه وما بين حد، يا حطك على خط مع حد، يا اما فضلك على حد، لان في حاجه هنا مخليه عندك تروما من علاقه سابقه، ويمكن ده مخلياك استقبالك للقادم انت ممكن تكون متعايش فيه. يعني انت ممكن يكون البرج الثوري اللي معايا النهارده انت متعايش في العلاقه فعلا، او هي العلاقه معاك بالفعل، بس انت في حاجه ناقصه فيك كده، في حاجه مش كامله، في حاجه ساقطه من قلب الثور النهارده، في حاجه مش عارف تلاقيها، انت كنت لقيتها للاسف وبعد ما لقيتها ما كملتش معاك. حاجه في قراءتك النهارده حتما اللي انا اقول لك الكلام ده، معرفش بقى انت في حاجه معاك كده. طيب ايه تاني الابراج اللي متاحه مع برج الثور النهارده؟ معايا عقرب، ومعايا برج الثور زيك يا ثور، جد العذراء، الابراج الترابيه كلها نازله معاك، وحوت، القوس والميزان، وحمل، واسد. الابراج دي متاحه معاك يا برج الثور. طيب تعالوا هنا نشوف طاقه الشخص ده. هل الشخص اللي في بالك يا ثور، مش عارفه ليه تعلقك او احساسك اللي جوه النهارده على ان انت ممكن يكون معاك هنا شخصين، او انت ممكن يكون عقلك ما بينك وما بين نفس الثور بيفكر في الماضي شويه، برغم ان في احداث جديده معاه. انا بقى عايزه اشوف انت هنا، او عايزه اشوف الشخص اللي في بالك هو كمان ايه موده، او ايه دماغه، او ايه تفكيره. هل هو كمان نفس الاحساس بتاعك ده؟ لان انا شايفه ان انت مش، يعني انت يعني ممكن تكون كمان هتقول لي مش عايزه اعرف، انا مش عايزه اعرف هو ايه احساسه من انا قفلت الباب ده. وخدوا بالكم كمان ان ممكن يكون الثور هنا اللي عمل بلوك، لان انا شايفه في حاجه تم فيها بلوك هنا مع برج الثور، او البلوك ده بلوك قلب، حاجه من القبيل ده. يا الثور اللي عمل بلوك، يا قفل قلبه من عند الشخص، بس هو لسه مازال. يعني خدوا بالكم قلبة الثور دي مش سهله، اكيد حدث قوي اللي اثر عليه قوي كده. بيقول لك لا اشعر بالامان، بيقول لك انا تقريبا انا بدات انا كمان احس بعدم وجودك في حياتي، ده بدا يخليني ما احسش بالامان، تقريبا احساسه بالفقد. بيقول لك حتى بعد كل هذا الوقت انت لازلت الشخص الذي اريده، يعني وندمان عليك،
لم ارغب ابدا في ان احب شخص بهذا الشكل السيء. احساسه بالفقد، وممكن يكون المقارنه اللي حطك فيها، للاسف انت اللي كسبت بعد ما رحلت يا سور. لان انا شايفه ان احساسي كده من القراءه النهارده ان برج الثور هو اللي مشي، هو اللي بعد، هو اللي قفل السيناريو ده. هنا بيقول لك جروح الطفل الداخلي لقد تأذيت من الموت. الشخص ده في حاجة معاه مش كاملة من طفولته، يعني ممكن يكون شخص شوية مش بيعرف يشيل المسؤولية أو مش بيعرف ياخد القرارات الصح في الوقت المناسب. بيقول لك سأعود إليك إن كان مقدر، فإن يعني هيكون فسيكون. فيعني هو بيقول لك القدر لو قادر انه يجمعنا تاني فاحنا هنكون مع بعض. بيقول لك ابعد نفسي عن التواصل معك لانني لا اشعر لاني مستعد. بيقول لك انا ممكن اكون براقبك وممكن اكون بتابعك عن بعد، لكن انا بمنع نفسي من التواصل معك. ممكن كمان انت يا ثور اديته احساس ان انت خلاص ما عادش في رغبه فيك، او ما تقربش عشان مش هتلاقي لك مكانه. بيقول لك انت جنتي على الارض. الشخص ده حاسس بقيمتك جدا جدا يا ثور من بعد ما انت اديته ظهرك او سابك هو ومشي. مش عارفه ايه بالظبط، بس انا شايفه هنا قراءات النهارده بتقول لي ان برج الثور اللي مشي. اعلم انني يجب ان اصحح الامور ما بيننا، احاول ان اعلم كيفيه التقرب منك. والشخص ده تقريبا رؤيته كده للعلاقه ان هو محتاج ان هو حتى لو فكر يرجع لازم في حاجات كتير يبطلها لو هو حابب يرجع لك مره تانية. وده اقتناعه ما بينه وما بين نفسه، ان ما ينفعش يرجع بنفس الشخصيه اللي كان معاك بيها تاني. هو شايف كده، وممكن يكون كمان هيقترح عليك ان انت كمان تمنع حاجات هو ما كانش بيحبها يا ثور، او يقترح عليك ان انتوا الاثنين تتغيروا، لان في تفاصيل هنا بينك وبين الشخص ده لا انت عارف تنساها ولا عارف ينساها. اقدر اقول النهارده ان علاقه الثور انتوا الاثنين مقصرين في بعض، انتوا الاثنين سايبين اثر كبير في بعض. لا انت عارف تلاقي حد يكون يملى المكانه اللي هو سابها برغم انه اذاك. يعني انا هقول هنا ان ده الشخص اذاك، ولا الشخص ده عارف ينساك لانه بجد حبك. هتقولي ازاي حبك وعمل فيه كده؟ لا، دي في ناس بيبقى اسلوبها او طريقه التعامل بتاعتها اللي بتخسرها الشخص اللي قدامها، لان هو بيعاند، والعند هو اللي قادر يخلي اي علاقه تفشل بالطريقه دي، برغم انه ممكن يكون اتنين بيحبوا بعض على فكره، بس علشان كل واحد يثبت نفسه ويثبت الانا بتاعه. فبتبقى الضحيه العلاقه هي اللي بتدفع الثمن في الاخر، ان الاتنين ممكن يبعدوا عن بعض هما بيحبوا بعض فعلا. طيب تعالوا نشوف العين الثالثه عايزه تقول ايه، او طاقه العين الثالثه للقراءه النهارده، او السر الخفي اللي هنقتبسه كده من القراءه. تعالوا كده نشوف طاقه العين الثالثه. بسم الله. سيتم الزواج قريبا. في هنا انا قلت لكم في ناس هنا بتبتدي في حاجه مع برج الثور، يعني في علاقه هنا ممكن تكون هتتصاعد وتبقى جواز على فكره. الله بيقول لك نصرة قريبة وحكم قضائي في صالحك يا ثور. لو منتظر شيء قضائي فانت بأمر رب العالمين، بأمر رب العالمين ابشر عندك فيه نصرة. طيب تعالوا هنا، وفي كمان زواج وخطوبة عند برج الثور قريبا قريبا قريبا. عندك علاقة يا اما انت فيها وهتصعد بجواز وخطوبة، يا اما هتتعرف على حد قريب. طبعا مش الشخص اللي في الماضي ده، عشان يعني الطاقه كلها جديده، يعني انت جاي لك طاقه جديده فيها جواز، ايا كان بقى انت مع الشخص ده في الوقت الحالي او لسه هتتعرف عليه او هيكون في طريقه ليك الفتره اللي جايه. تعالوا هنا نشوف نصيحه او رساله الملائكه ليك. بيقول لك لقد انجزت الكثير من حياتك ولديك الكثير لتفخر به. بيقول لك انت عملت حاجات كتير جدا يا برج الثور، وانت عندك لازم تفتخر باللي انت عملته في حياتك، لان انت تستاهل ان انت تفتخر. انت عديت تجارب او عديت اوقات صعبه كتير. حان الوقت الان لتجديد خطواتك التاليه. النصيحه نفسها بتقول لك حان الوقت لتجديد خطواتك. عندما تفكر في الماضي والحاضر ستصبح ستتضح لك اهداف حياتك الالهيه. لا تجعل التفكير التقليدي يشتت انتباهك، كن انت الحقيقي، كن واضح مع نفسك. يعني بيقول لك لما تقعد وتقارن بين الماضي والحاضر هتعرف كويس قوي ان اللي حصل في حياتك ده شيء قدري وكنت لازم تمر بيه، بس انت طالع منه او طالع من الماضي بتاعك ده ناضج، وافتخر باللي انت عديت منه، لان انت اللي انت عديت منه شيء انت تفتخر ان انت عديت منه، انت لسه واقف على رجلك يا ابو كسور. تعالوا نشوف طاقه العلاقه
بتاعت برج الثور او الشخص ده، او طاقتك الحاليه في العلاقه الحاليه، او طاقه الشخص اللي في بالك. يعني انا هخليها على طاقه الشخص اللي في بالك. ايه بالظبط؟ بسم الله. يعني هنا بيقول لك الشخص اللي في بالك، اللي انت بتفكر فيه، اللي هو تقريبا من الماضي، اللي هو جاي معانا قوي هنا. بيقول لك هناك اهتمام واضح ولكن بدون خطوه رسميه. يعني انتوا الاثنين بتفكروا ببعض جدا. يعني في حد هنا بيفكر في حد بس مش بيبوح، او اتنين دماغهم في بعض بس مش موضحين لبعض. طيب ايه تاني؟ تعالوا نشوف طاقة المال والأعمال للثور. نطمن كده على وضعك المالي يا برج الثور، نشوف النصيحة ايه. بسم الله. الله الله يا ثور، بيقول لك حظ وفير وأموال كثيرة وزيادة وثروة. هنختنى بقى ولا ايه؟ يلا يا ثور، افتح ايدك للقادم وابشر. لو عندك بداية جديدة في حاجة في العمل فأبشر بيها. عندك حظ وفير بأمر رب العالمين، وعندك وفرة مادية هتدق بابك الفترة اللي جاية. افتح قلبك كده واستقبل يا ثور أحلى سيران في الدنيا. تعالوا هنا نفتح الكروت بتاع التوقيتات ونشوف هنا. حط في بالك حاجة، حط في بالك شيء، تعال نفتح عليه. هيتم امتى؟ بأمر رب العالمين. يلا بينا. بسم الله. أقرب من المتوقع. يا سلام، عندك شيء قريب مما تتوقع ان هو يحصل اصلا. في عندك شيء قريب 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 جدا منك انه يحصل يا برج الثور. ايا كان بقى انت حاطط على وضعك المالي، وضعك العاطفي، الله اعلم، بس انت استقبل يا ثور. تعالوا هنا بقى نشوف طاقة الملايكة او نصيحة الملايكة لعلاقتك العاطفية ايه يا برج الثور. بسم الله. بادر بالمجهود. بيقول لك استبدل على الخطوات الصحيحة من قلبك لأن الحب أكبر من كل شيء. يعني بيقول لك لو لقيت حد بيبادر معاك بإيجابيات، بادر أنت كمان، ما تكونش بخيل يا برج الثور. برج الثور واخد درس محترم قوي، فعشان كده خطواتك فيها ثبات قوي. وأرجع وأقول لك يا ثور، مش كل حاجة شفتها أو حاجة عشتها أو حاجة مرت عليك، مش كل الناس زي بعضها من الاخر. يعني خلاصه الكارت، يعني خلاصه الكارت بيقول لك مش كل الناس زي بعضها، في ناس كويسه. كنتم في قناه جوجو تاروت، نورتوني.